النهاردة هنعمل مع بعض فطاير محشية حشوة بسيطة جدا ولذيذة في نفس الوقت، وتنفع معانا للعشاء وكمان تنفع معانا لسندوتشات المدارس للأولاد معانا الصبح. بتبقى سهلة وبسيطة جدا ان انت تحضريها ومكوناتها اقتصادية جدا. ويلا بينا على طول نبدأ بالطريقة. معايا 4 كوبايات من الدقيق، حوالي نص كيلو. هحط اول كوبايتين من الدقيق، والكوبايتين التانيين هسيبهم على جنب دلوقتي. وهحط على اول كوبايتين دقيق هحط عليهم كوبايه ونص ميه مغليه، وابتدي ادوبهم مع بعض كده. الميه المغليه بتخلي العجينه طريه جدا معايا، وفي نفس الوقت في التسويه بتبقى هشه من جوه ومقرمشه من بره. فعشان كده بنعمل بالميه المغليه. هبتدي ادوبهم مع بعض كده، هحاول اقلب لحد ما الدقيق يختفي خالص. طبعا بالمعلقه ما بنحطش ايدينا لان الميه سخنه، فمش هينفع نحط ايدينا دلوقتي. وبعدين بحط نص معلقه من الملح ومعلقه كبيره من السكر، وهرجع تاني احط نص كوبايه ميه دافيه واقلبهم بقى. لما تبقى معايا العجينه ناعمه جدا، وبعدين بقى هنزل بالكوبايتين الدقيق التانيين. هنزل باول كوبايه واحط عليهم معلقه صغيره من الخميره الفوريه. هشيل المعلقه كده وابتدي اعجن بايديا. انا هفضل اعجن في العجينه كده لحد ما الدقيق يختفي معايا، وهنزل بالكوبايه اللي رابعه دي تدريجيا. انا ما بحبش انزل بالدقيق مره واحده، بنزل بيه تدريجيا علشان اشوف العجينه بتاعتي هي تاخد كل الدقيق ولا لا. عشان زي ما اتفقنا ان دايما في دقيق بيشرب سوائل كتير وفي دقيق لا. فانا هنزل بيها تدريجيا. وبالفعل انا نزلت بيها تدريجيا وحسيت ان قوام العجينه بتاعتي بقى كويس جدا كده، وعايزين نوصل للقوام ده. فهو اتفضل معايا حوالي معلقه كبيره، فخلاص كده استكفيت على كده لان العجينه ظبطت معايا. ببتدي اغطيها بقى واسيبها تستريح. احنا مش بنسيبها تختمر، بنسيبها تستريح. ومعايا بصلتين وسط بالشكل ده، قطعتهم مكعبات صغيره جدا. ومعايا طاسة حاطة فيها معلقة من السمنة كبيرة، وهبتدي اشوح فيها البصلاية. هفضل اقلب في البصل لحد ما البصلة تدبل معايا. وهقول لكم كمان على حشوات كتيرة جدا غير الحشوة دي تنفع معاكي لو مش متوفرة عندك. بعد ما البصلة دبلت معايا بالشكل ده، بنزل بحوالي 300 جرام من اللحمة المفرومة. ده 300 جرام يعني ربع كيلو لحمة كده وشوية صغيرين، 300 جرام من اللحمة المفرومة. وابتدي بقى اقلبهم مع البصلة. قلبتها كده تمام جدا. هبتدي بقى احط التوابل بتاعتنا. شوية من الملح، فلفل اسود، بهارات، كزبرة ناشفة من كل نوع معلقة صغيرة. يبقى ملح، بهارات، كزبرة، فلفل اسود. كده تمام. الحشوة خلصت معانا كده كويس جدا. هنرجع بقى للعجينة بتاعتنا. بعد ما استريحت عما عملنا الحشوة، هبتدي اقطعها كور صغيرة. قطعتهم كلهم على بقى حوالي 12 كورة. انا مقطعه العجينة بتاعتي على 12 كورة. هبتدي اخد اول واحده انا قطعتها عشان تكون استريحت معايا، وابتدي افردها عشان تتفرد معايا بكل سهوله. بفردها بالشكل ده بشكل طولي عشان احط فيها الحشوه بتاعتي. واحط كده معلقتين من اللحمه المفرومه من الحشوه، وابتدي اقفل عليها كويس جدا. واقفل برضو تاني من الجناب كده، بتني من الجنب والفها. واقفل طبعا الطرف كويس جدا عشان ما يفكش مني. اقفله كويس جدا.
وابتدي احطها على جنب كده. وبعدين برضو باخد تاني واحدة كده من اللي انا كورتهم الاول عشان تبقى مستريحة معايا، وافردها بالشكل ده. انا هقول لكم على الحشوات اللي ممكن تعمليها، بدل مثلا لو ما عندكيش اللحمه المفرومه ممكن عندك فراخ تقطعيها صغير جدا برضو، تقطعها مكعبات صغيره وبصله تشوحيها وتحطي نفس البهارات بتاعتنا، برضو هتبقى جميله جدا بالفراخ. او لو انت كمان ما عندكيش فراخ وحابه تحشيها مثلا جبن، اي انواع جبن برضو تحطيها كده وتقفلي عليها بالشكل ده برضو وتحشيها، هتبقى جميله جدا. دي حشوه الجبن كمان، يبقى الفراخ واللحمه والجبن. وكمان يعني مثلا لو انت ما عندك مثلا فراخ بايته او لحمه بايته، ممكن تقطعيها صغير جدا برضو مع بصله وتشوحيها وتعملي بيها برضو، حتى لو هي بايته عندك وفايده منك هتقدري تستغليها وتعمليها بالشكل ده. طب انت وانت بتفردي الكور كده حسيتيها بتلزق منك ومش عارفه تفرديها، تحطي شويه دقيق صغيرين بالشكل ده. انا حبيت اعمل واحده معاكم كمان بشويه دقيق صغيرين، عشان لو هي لزقت منك ولا حاجه ومش عارفه تفرديها بتلزق منك، فتحطي شويه دقيق صغيرين وتفرديها بكل سهوله بالشكل ده. وبعدين بقى ببتدي ايه احط الحشوه بتاعتي. يبقى اي حشوه متوفره عندك واي حشوه هتمشي معاكي، اي حشوه حباها او متوفره عندك هتمشي معاكي، حطيها سواء حلوه او حادقه. وابتدي اقفل عليها بالشكل ده. انا بقى اقفل اهم حاجه بنقفل الطروف عشان ما تفكش مننا. وهخلص كل الكميه بنفس الطريقه دي عشان ما اطولش عليكم. كده انا عملت دول، هخلص كل الكميه وهنرجع نسويها بقى. انا خلصتهم كلهم، بجيب طاسه فيها شويه من الزيت مش كتار، وعلى نار هاديه وابتدي ايه احمرها. على فكره هي مش بتشرب زيت، مش بتشرب زيت، يعني ما تقلقيش من الزيت، هي مش بتشرب زيت خالص. فانت جربيها هتعجبك، وسهله وسريعه كمان. لو انت حابه بقى تعمليها في الفرن عادي مفيش مشكله، بتدهنيها بالزيت بفرشه وتحطيها في صينيه في الفرن برضه هتحمريها، تحطيها في الفرن عادي مفيش مشكله. حابه تعمليها بطريقه سريعه جدا زي كده مفيش مشكله، وهي مش بتشرب زيت كتير، واحنا مش حاطين اصلا في العجينه زيت، فيعني هتبقى كميه بسيطه جدا اهو. الزيت زي ما هو، يعني انا عملت كل الكميه والزيت زي ما هو، ما نقص حاجه. فما تقلقيش موضوع الزيت، حابه تحطيه في الفرن فقلنا مفيش مشكله حطيه عادي في الفرن. خلصت كل الكميه بالشكل ده. شوفوا طريه جدا ازاي من جوه، وهشه جدا من جوه، والحشوه جميله جدا من بره، مديه قرمشه بسيطه، فطعمها جميل جدا وسهله وسريعه ان انت تحضريها. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وما تنسوناش بقى بلايك للفيديو وشير للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهاتي الجديده. وباي باي في فيديو جديد.